أهلا بالجميع. في هذه القراءة التحليلية اليوم سنغوص في موضوع يجمع بين عبق التاريخ ودهاليز السياسة المعاصرة وعمق الفلسفة. دعونا نستكشف معا كيف تتقاطع حركات الإسلام السياسي مع الجغرافيا السياسية العالمية، وذلك من خلال الأطروحة الجريئة والمثيرة جدا للجدل للكاتب خذير سالم. نحن أمام طرح يتجاوز مجرد القراءة السطحية للأحداث ليطرح أسئلة جوهرية بل وصادمة أحيانا حول العقل والدين والقوى الإمبريالية. خريطة طريقنا اليوم واضحة وسريعة، سنمر بأربعة محاور. أولاً، الكاتب خذير سالم ورؤيته. ثانياً، الجغرافيا السياسية والإسلام السياسي. ثالثاً، تهميش العقل. وأخيراً، الحل التنويري الذي يقترحه. حسناً، لنبدأ فوراً بالقسم الأول، الكاتب خذير سالم ورؤيته، وهو الأساس الذي يبني عليه نقده المثير للجدل. لفهم هذه الرؤية علينا النظر في مؤلفات الكاتب خذير سالم البارزة، مثل طوفان الأقصى بين الحقيقة والسراب، وكتاب في ظل غياب العقل. من خلال هذه النصوص يؤسس سالم لادعاء مركزي قوي، ومفاده أن جزءاً كبيراً مما نطلق عليه اليوم الإسلام السياسي ليس في الواقع سوى سراب منظم. بعبارة أخرى، يرى أنها مشاريع تفتقر للعقلانية وتقود المجتمعات في مسارات تخدم في النهاية مصالح لا علاقة لها بنهضة هذه الشعوب. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، الجغرافيا السياسية والإسلام السياسي، وكيف تحولت هذه الحركات إلى أدوات إمبريالية في صراعاتنا الحديثة. هنا يطرح الكاتب خذير سالم حجة في غاية الجرأة، فهو يرسم خطاً زمنياً يوضح كيف تم توظيف حركات كالإخوان المسلمين والوهابية كأدوات بيد الإمبريالية الغربية بل والماسونية أيضاً. تخيلوا معي هذا التسلسل بدءاً من الثمانينيات واستغلال المقاتلين في الحرب الأفغانية ضد السوفييت، مروراً بعام 2011 والدمار الذي رافق صراعات ما سمي بالربيع العربي في سوريا وليبيا وتونس، وصولاً إلى قراءته الخاصة جداً لأحداث طوفان الأقصى في عام 2023. في كل محطة من هذه المحطات يرى الكاتب نمطاً متكرراً من الاستغلال الجيوسياسي لهذه التيارات. وما يقودنا إليه هذا النمط هو مصطلح محوري في تحليله، وهم الإسلام الأمريكي أو إسلام الغرب. الفكرة هنا بحسب سالم هي بناء نسخة مهندسة ومتلاعب بها من الدين بالكامل. الغرض دفع القوى الخارجية بهذه النسخة لتمزيق الانسجام المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيطرة على الجماهير من خلال تغييب العقل وضرب المرجعيات الأصلية. ولتوضيح هذه النقطة يقدم الكاتب ادعاءات محددة وصريحة جدا، فهو يعتبر على سبيل المثال أن شخصيات بارزة في حركات الإسلام السياسي مثل راشد الغنوشي ويوسف القرضاوي أصدرت توجيهات وفتاوى خدمة المصالح الإمبريالية بشكل مباشر. وفقا لقراءته ساهمت هذه التوجهات في تدمير دول عربية بدلا من خدمة قضايا إسلامية مستقلة وحقيقية. هذه القراءة تضع تلك القيادات حرفيا في خانة الأدوات التي تحركها أجندات خارجية لتفتيت مجتمعاتنا المفتتة أصلا. النقطة الحاسمة هنا تأخذنا للقسم الثالث، تهميش العقل والجذور التاريخية لهذه الأزمة. لفهم هذا الحاضر المربك يعقد الكاتب خذير سالم مقارنة جوهرية بين تيارين. من جهة نجد الإسلام العقلاني والديناميكي، والذي مثلته تاريخيا مدارس فكرية كالمعتزلة ونهج الإمام أبي حنيفة في الاعتماد على العقل والقياس. ومن جهة أخرى نجد ما يسميه الإسلام المسيس. هذا التيار الأخير المتمثل برأيه في الوهابية وحركات الإخوان يعتمد بشكل كامل على الجمود والنقل الحرفي والتبعية العمياء، وهي كلها أمور ترفض التفكير النقدي وتصطدم حتما بالحضارة. إذن متى بدأ هذا الإقصاء للعقل؟ يشرح الكاتب أن الفكر العقلاني تعرض للقمع منذ عهد الإمبراطوريات المبكرة كالأمويين والعباسيين لضمان سيطرتهم السياسية المطلقة، حيث تم اختلاق آلاف الأحاديث لأغراض سياسية بحتة. والمدهش حقا في هذا الطرح هو حجم الموارد الهائلة المستخدمة في العصر الحديث. نحن نتحدث عن مليارات الدولارات التي أنفقت بحسب الكاتب لتدمير الفقه التقليدي المتكيف كالمذهبين الحنفي والمالكي، واستبدالها بمرجعيات وعقائد متشددة تسلب الشعوب قدرتها على التفكير الحر. وهذا يوضح ببراعة المفهوم الذي يستعيره الكاتب من المفكر الإيراني علي شريعتي، وهو مفهوم الاستحمار، أو بمعنى آخر تغييب الوعي.
تتقاطع هذه الفكرة أيضا مع كتابات روجيه غارودي لتسليط الضوء على كيفية تحويل الدين إلى سلاح يجعل الجماهير تتصرف بغباء وضد مصالحها الخاصة، وكل ذلك تحت مظلة العناية الإلهية الزائفة التي يروج لها أدعياء الدين. طيب، بعد هذا التشخيص القاسي نصل إلى القسم الرابع، الحل التنويري واستعادة الهوية من خلال العقلانية. الكاتب خضر سالم لا يكتفي بنقد الأزمة، بل يقدم خريطة طريق للإنقاذ من 4 خطوات عملية. الخطوة الأولى تبني العقلانية المستلهمة من مدرسة المعتزلة. الخطوة الثانية إحياء روح التسامح والروحانية التي تمثلها الصوفية الحقيقية. الخطوة الثالثة تشكيل جبهة مقاومة موحدة وفعلية ضد الإمبريالية. والخطوة الرابعة، وهي في غاية الأهمية، إدماج المسيحيين العرب في هذا المشروع، لأنهم جزء لا يتجزأ من نسيجنا الحضاري وضمانة أكيدة ضد التوجهات العاطفية والطائفية. وفقا لسالم، هذه الخطوات ليست مجرد نظريات، بل هي ضرورة ملحة للخروج من دوامة التبعية. الخلاصة المركزية التي نخرج بها من هذه القراءة هي أن الإسلام التنويري الحقيقي عقلاني بامتياز. هو ببساطة يقف على النقيض تماما من العنف المتصلب والرؤى الظلامية لجماعات مثل داعش أو القاعدة. الدين في جوهره صمم لمنح الحياة قيمتها، ولم يشرع أبدا لشل العقول أو تدمير الأوطان بحجة الدفاع عن السماء. في الختام، يتركنا هذا الشرح لأطروحة الكاتب خضير سالم أمام تساؤل مصيري. إذا سلمنا بأن هذا التشخيص الفكري والتاريخي دقيق، فهل تكفي العودة إلى الفكر الإسلامي العقلاني والروحاني بكل مثالياتها للصمود في وجه التعقيدات الهائلة والواقعية للقوى الإمبريالية الراسخة في عالمنا اليوم؟ سؤال مفتوح يستحق منا جميعا الكثير من التأمل والبحث المستمر. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه القراءة.